اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من غير مكياج. زي ما قلنا وفهمناكم في الاول ان هي هتبقى سلسله، هي حلقه واحده من سلسله طويله جدا في حروب الجيل الرابع. اخر مره اتكلمنا عن فريدم هاوس وما اتكلمناش بتمعن قوي فيها هي ايه، عطيناكم بس عنوان وشويه حاجات عنها. النهارده هنتكلم على فريدم هاوس. ايه هي فريدم هاوس؟ معموله ليه؟ معموله لمين؟ بتتمول من مين؟ سفارة صربيا كانت على ايد منظمة فريدم هاوس. اكبر كانت بتاخد فلوس من فريدم هاوس، ومن المؤسسه الصربيه اللي هو الحركه الشبابيه هناك. كانوا بياخدوا فلوس من فريدم هاوس، كانوا بياخدوا فلوس من منظمات في اوروبا، كانوا بياخدوا فلوس من فريدم هاوس، كانوا بياخدوا فلوس من منظمات في اوروبا. اولا منظمه غير حكوميه. يعني ايه؟ يعني مجموعه من الناس لموا من بعض، جابوا مكان وعملوها لاهداف ايا كانت، ايه هي، شخصيه او عامه، وهنعرف اهدافهم ايه. قلنا ايه؟ مؤسسه غير حكوميه، مالهاش دعوه باي حكومه. اتعملت سنه 41، وفي 41 ضموا لها CIA عشان يبداوا يحاربوا التعسف السوفيتي. فرانك روزفلت بنفسه رئيس امريكا في الوقت دوت هو اللي اصدر امر ان هو يتصرف عليها، اللي هو نفس الرئيس اللي في 42 عمل المؤتمر الصهيوني هنا. وفي اخر المؤتمر طلعوا بحاجه حلوه قوي، ان اليهود من حقهم يبنوا وطن ليهم على ارض فلسطينيه. ادي اول القصيده، مش هنقول كفر. المؤتمر الصهيوني اللي كان فيه مين؟ ديفيد جوريان. المؤسسة دي بتطلع تقرير كل سنة، تقرير سنوي بتحكم فيه على العدالة والديمقراطية والحقوق المدنية وحقوق الصحافة. خدوا بالكم من دي، وحقوق الصحافة. كان دعم الرئيس فرانكلين روزفلت للمجموعة او فريدم هاوس واضح جدا، والدليل على كده انه جاب مراته إلينور روزفلت وحطها هي اول رئيسة للمجموعة فريدم هاوس. ما كانش تنفع تبقى لوحدها، كان معاه من اقرب اصدقاء ليه، احسن واحد جنب منه المحامي الكبير الصهيوني ويندل ويلكي. على فكرة ده غير التاني، ده الاب، ده ويندل ويلكي الاب. واقرا له الكتاب دوت، عامل كتاب اسمه وان وورلد، بيتكلم على فكرة العالم الواحد اللي قالها كل رئيس جاء امريكا قال الكلمة ديت، عالم واحد، وان وورلد اوردر. هتسمعها من كل رئيس جه البلد دي، بيدعوا ليها دايما ان كل ده يبقى تحت اداره واحده بس. It is a big idea, a new world order. A new world order. In this new world, بيتر أكرمان يهودي متعصب مش محتاج اي تسخين، يعني هو جاهز. اللي كان بيشرف بنفسه بيتر أكرمان ده كان رئيس الفريدم هاوس، كان بيشرف بنفسه على الثوره البرتقاليه في اوكرانيا والثوره الورديه في جورجيا. اسمع الحته اللي جايه ديت عشان اثبت لك ان انت بتدرب له الناس اللي هيستعملهم هو في المستقبل. بيتر أكرمان كان صاحب اختراع جيمين. الجيم الاولاني اسمه قوات اكثر نفوذا، والجيم التاني اسمه كيف تهزم الدكتاتور. على فكرة اللي كان برضو الشعار بتاعهم القبض. هو برضو نفس الراجل اللي هو عضو للعلاقات الخارجية الأمريكية وعضو في المعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن. خد بالك المعهد ده ايه؟ ده دراع ربنا يكفيك شرها في المخابرات البريطانية. وهو برضو نفس الراجل اللي ألف كتاب استراتيجية حرب اللا عنف. سامع انت الكلام الحوار اللي بيحصل بقاله سنين دوت. وهو المؤسس الأساسي في ICNC، The International Center on Non-Violent Conflict. اللي بيدرسوا فيه ايه؟ بيدرس فيه ايه ده؟ كيفية اسقاط الأنظمة باللا عنف.
جيمس ويلسي، يهودي متعصب، كان رئيس المخابرات الامريكيه CIA، ده هو اللي هو رئيس الفريدم هاوس، وعضو كبير قوي في المعهد اليهودي للامن القومي. على فكره دي مؤسسه عسكريه، وهدفها التعاون العسكري ما بين امريكا واسرائيل. وهو اللي طلع في 2003 وبرر ليه امريكا دخلت واحتلت العراق. تعالوا نتفرج على الفيديو ده مع بعض ونرجع نكمل. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, I close with this, we will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq, and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. خلصنا من بره. طيب نخش بقى عندنا جوه الفريدم هاوس. مين اللي ماسك عندنا الفريدم هاوس في مصر؟ شريف منصور. شريف منصور هو مدير مكتب فريدم هاوس في الشرق الأوسط، بيطلق عليه ناشط مصري أمريكي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو عضو في لجنة حماية الصحفيين في فريدم هاوس، وده بيفسر الاهتمام الدائم لفريدم هاوس بالصحافة المصرية وإشعال مشكلة نقابة الصحفيين الأخيرة في الإعلام الغربي. حتى صفحات قناة الجزيرة مهتمة جدا بالموضوع. ماسك ايه في الفريدم هاوس شريف منصور؟ شريف منصور كان بيدرب النشطاء في مصر على 1. أساليب حشد الجماهير. 2. كان بيشرف على برنامج جيل جديد، وبرنامج جيل جديد بيهدف إلى إنتاج جيل جديد من النشطاء لا بيعادي أمريكا ولا إسرائيل. وده يمكن بيفكرنا بكلام داليا زيادة الناشطة الحقوقية واللي كانت مدير تنفيذي المركز ابن خلدون. Does Israel have a right to exist from your perspective? Definitely, of course. Why not? Why not? هنا هنشوف صور للشريف منصور. دي صورة مع عمر عفيفي وسعد الدين إبراهيم. دي صورة للشريف منصور مع محمد البرادعي. دي صورة تانية للشريف منصور مع هيلاري كلينتون. ودي صورة للشريف منصور مع باسم يوسف. وادي باسم يوسف بيظهر تاني، وظهر قبل كده مع سيرجي بوبوفيتش مؤسس حركة أوتبر لو فاكرين في الفيديو اللي فات، اللي كان بيشرح قد ايه ان السخريه من السلطات بوقاحه هي سلاح استراتيجي مهم جدا. والسؤال هنا لما باسم يظهر مع شريف منصور ويظهر مره تانية مع سيرجي بوبوفيتش، حد يقدر يقول لنا مين هو باسم يوسف؟ ما نقدرش ننسى ان الاداره الامريكيه على لسان وزيره الخارجيه السابقه هيلاري كلينتون هددت بقطع المعونات لمصر في حال استمرار الحمله الامنيه على المنظمات الاهليه بعد ما قفلت مصر مكتب فريدم هاوس وصدرت ممتلكاته. وفي سنه 2013 صدر حكم من محكمه الجنايات القاهره، وفي سنه 2013 صدر حكم من محكمه جنايات القاهره في حق المتهمين الاجانب في قضيه التمويل الاجنبي
بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي للصحفيين. وكان من أبرز المتهمين في القضية دي ابن وزير النقل الأمريكي اللي سافر ضمن المتهمين الأجانب اللي وصل عددهم ل 19 متهم على طيارة عسكرية أمريكية خاصة. دولة عيسى مدير برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهوري سابقا. أستاذة دولة أهلا بيك. عايزة أوضح للناس إن أنا مصرية أمريكية. اشتغلت في المعهد من شهر 5، اتعينت كمدربة سياسية بدرب على ازاي الناس تدير حملات انتخابية، وكنا بنستهدف الأحزاب اللي تيجي تسألنا احنا عايزين تدريبات ازاي ندير حملة انتخابية. بعد كده قعدت معاهم بالظبط شهرين، كنت مدرب سياسي، تلاقوني شاطرة وان انا أمريكية مصرية. قالوا لي طيب ماشي احنا هنديكي اوفر ان انت تبقي مسؤولة البرنامج كله. هم كانوا بيتكلموا معايا ان انا أمريكية بس ناسيين ان انا مصرية جدا. ان انا مثلا يكلموا معايا مره ودي حاجه انا اول مره هقولها، كنا معزومه في حفله كلهم سكروا وقالوا ابتدوا يهرتلوا كلام ويقولوا احنا لو حصل لنا حاجه احنا معانا باسبورتاتنا هنمشي بس المصريين هم اللي هيلبسوها. هم بيحسبوني انا منهم ان انا امريكيه فكانوا بيتكلموا عادي. المشكله الثانيه المعهد ما كانش مرخص. هو طبعا يعني كان في واحد في المعهد جه استشاري، اي واحد استشاري بيقول هو استشاري منين وفين بيدي كارت ان انا استشاري كذا. لا ده كان بينزل ويتكلم مع ناس عادي ويقول لهم انا استشاري، الكارت بتاعه ايه، اسمي تشارلز جرينليف، انا استشاري. وكان يغلط في الكلام يقول اصل احنا المنحه بتاعتنا دي جايه من كونجرس. انت خط احمر و20 خط احمر اما تقول ان المنحه بتاعتك جايه من كونجرس. يعني ايه؟ يعني انت بتتخطى دوله تخطي مباشر بالفلوس دوله لدوله، مش بقى موضوع منحه بس ان الكونجرس يتخطى. هو عايز حاجه، وهو كمان قالها في الموقع بتاعهم في شهر 2 بعد الثوره، قال احنا هنزود الدعم لمصر واسرائيل والاردن، الدعم المادي للمؤسسات المجتمع المدني. ليه؟ هو قال كده، قالها في الويب سايت بتاعه، احنا هنزود دعمنا المادي لمصر والاردن واسرائيل. انا بقى عملت تحرياتي انا الشخصيه، لقيت ان المعهد كل ما يخش حته بيحصل خراب مستعجل او قريب بس بيحصل. يعني انا مثلا كنت مثلا امضي بدي لحضرتك مثلا ان انت هتعمل التدريب، فبيجي لي ورقه تدريبات فانا بشيكه وبحطه في الفايلز، احنا دربنا كذا كذا، يدوا له الواحد تحتيه يقولوا له احنا عايزاك تطلع لنا من اسامي مين محمد ومين مايكل. يعني طب دوت مش موجود في المنحه نفسها، ان انت المنحه مستهدفه للاقباط، لا موجود في المنحه ان المنحه جايه للناس ذوق الاعاقه وجايه للشباب وجايه للناس المراه والسيده. لما سالتهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ قالوا لي سوفت داتا. وانا يعني حد معاه ماجستير تنميه، يعني ايه سوفت داتا؟ سوفت داتا ان انت تعرف اصلا كده ان 10 لواحد يعني مسلم مسيحي في مصر. الدكتور سعد ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون، طبعا عارفينه، وهو اعترف بنفسه الدكتور سعد ابراهيم انه بياخد تمويل، بنفسه قالها. باخد من المانيا واخد من اوروبا واخد من العالم كله. وقعت محكمة أمن الدولة العليا على حيثيات حكمها الصادر ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، الباحث الاجتماعي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالحبس 7 سنوات، وعن أسباب الحكم التي وقع عليها المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وبحضور أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة. قالت المحكمة إن المتهم الأول سعد الدين إبراهيم تلقى تبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، حيث تلقى بصفته رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون مبلغ 145 ألف يورو ومبلغ 116 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي بصفته أمين صندوق هيئة دعم الناخبات المصريات، وإذاعته عمدا بالخارج بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، كما أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجري في البلاد، وكذا ادعائه بوجود اضطهاد ديني. وتقول حيثيات الحكم إن عبد الهادي السيد نائب مدير عام الإدارة العامة للرقابة على البنوك بالبنك المركزي والمنتدب من النيابة العامة لفحص حسابات المتهم شهد بأن هناك حسابات لبعض المتهمين ومركز ابن خلدون من الخارج، وأن الجهات التي كانت تمول حساب المتهم وزوجته من الخارج من بينها حلف الناتو وجامعة حيفا بإسرائيل ومنظمة حقوق الإنسان بسويسرا والاتحاد الأوروبي
ومنظمة حقوق الأقلية، وأن إجمالي المبالغ التي وردت لحساب مركز ابن خلدون من الجهات الأجنبية بلغ حوالي 460 ألف دولار أمريكي ومبلغ 8870 جنيه استرليني، وأن باقي المتهمين السابق الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين سنة و3 سنوات يبلغ عددهم 18، وقد اشتركوا مع المتهم الأول وساعدوه على ارتكاب جريمة النصب. معانا فيديو مهم جدا لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس وهي بتتكلم في مركز بوش للديمقراطية في 26 فبراير 2011 مع أحمد صلاح. مين أحمد صلاح؟ أحمد صلاح كان ناشط في حركة كفاية وهو من مؤسسين حركة 6 أبريل، وهو هنا في الفيديو بيشكر بوش وكونداليزا رايس على دعمهم لحركة كفاية خلال 2004 و2005. تعالوا نسمع ونشوف. Ahmed Salah from Egypt. It's of course a great honor to be here in the presence of Mr. President and Madam Secretary. I believe that we owe you a lot because you helped us start our movement back in 2004-2005, but also there is something that I have to say. It was very hard for us when you let us down at that time. Most of us went to jail. I went to jail and I got almost killed inside, and I really believed I will never come out alive, and I was prepared for my death. And we were hoping that there would be some change, that things would improve, and we've been waiting for this. And this didn't happen until the end of the term of President Bush. And I really, all this time, had this question, why? And I really want just to hear an answer now. If you could just tell us, why did you let us down after already things were starting to move, after we had so great hopes, and we were on the path that could have liberated Egypt and probably many other countries in the Arab world, even back, in the year 2005, 2006. Thank you very much. Thank you. Well, let me say that if we let you down, it was not for a lack of trying to hold you up. The United States is not able always immediately to push events in the direction that we would want them to go. In a place like Iraq, where we overthrew a brutal dictator who was a threat to peace and international security, we had direct means to insist upon and to structure and help the Iraqi people get directly to democracy. In places where there are still regimes in power, as in Egypt, where we dealt with the Mubarak regime on matters like trying to create a democratic Palestinian state, or trying to keep Hamas at bay, or trying to deal with the Iranian nuclear program, we didn't have those direct means. And so we tried, first and foremost, to speak for our values and continue to speak for our values throughout that entire period. We tried to give the Egyptian people the tools that they needed to speak for their own freedom. I was talking earlier to my good friend Lauren Craner, who's a warrior in this area, and one of the things that we did, for instance, was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face, frankly, of the Egyptian government. And I don't want to embarrass my former boss, President Bush, but there's a reason that Hosni Mubarak never came back to the United States after 2004. Imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. There's a reason. And it didn't have to do with the Israeli-Palestinian conflict. It had to do with how we were dealing with the Egyptian revolution. And so we used the tools that we had. Just to give you one example of how much this is a double-edged sword, though, one of the things that we did was we took the free trade agreement with Egypt off the table in response to the crackdown on democratic forces in Egypt. It was one of the few tools we had, and it was probably the right thing to do. But did we disempower some of the forces that might have been forces for change through economic change by doing that?
And so whenever you use these tools, there's a downside to using the leverage that you have, in that you can sometimes empower the wrong forces. And I think I questioned myself every day, and I know President Bush did, about, and I see Elliot there, Elliot Abrams, who was a part of this, are we doing enough? Is there more we can do? And frankly, in 2006, we were trying to sustain Lebanon. We were trying to sustain more democratic forces in Palestine. We were trying to sustain more democratic forces in places like Egypt and we were trying to give the Iraqis a chance. And so if in doing all of that we didn't succeed completely, I hope that we at least laid the foundation for people like you, who are the brave and patient patriots, to build on, so that today we are indeed seeing the realization of some of those goals. كونداليزا رايس بتقول انهم استقطعوا نسبة 50% من المعونة الامريكية ووجهوها لمجموعة ليست مسجلة عند الحكومة المصرية، ويندرج تحت كلمة ليست مسجلة اي جماعات سرية. وده مش بس ضد القانون المصري، ده كمان ضد القانون الدولي، ووصفت ده بانه كان صفعة على وجه النظام المصري. وطبعا صرحت تصريح واضح جدا انهم كانوا بيساعدوا وبيدعموا الحركات الاحتجاجية في مصر زي حركة كفاية. في 2011 بالتحديد في شهر 14/4/2011 نيويورك تايم طلعت تقرير بهدل الدنيا، بتقول ان الحكومة الامريكية صرفت ملايين الدولارات لمنظمات تمول منظمات عشان خاطر تدعم الديمقراطية في الدول العربية. يا نهار ابيض، هم اللي بيقولوا ان حكومتهم طلعت ملايين عشان خاطر تصرف عندنا احنا عشان الديمقراطية، واللي هم جابوا منهم شباب من مصر وقال لك ان دول هم زعماء الشباب المصريين اللي قعدوا هنا في 2008 واخدوا كورس طويل قوي عن استعمال الميديا الحديثة، انك تضخ اموال فيها عشان الميديا تتكلم، عشان التلفزيون يتكلم والناس تشوف على مصلحة ايه؟ عشان تدعيم الديمقراطية فين؟ في بلادنا العربية. يعني هي واخدة حقها قوي هنا اهوت. طيب ماشي، الناس اللي جت اتدربت ديت اتدربت على ايه بالظبط؟ اتدربت ان هي تستعمل تويتر وفيسبوك والتليفونات عشان تنفيذ الديمقراطية عندنا، عشان الديمقراطية عندنا. الله يكتر خيرهم. مطلوبين من كل الناس ومن كل الدول هدمنا. بص حوالين منك، لو ده غروب يبقى غروب على الوحش، وبكرة ان شاء الله هيبقى احسن. كنت معاكم النهاردة الكسندر الصديق في حلقة من سلسلة طويلة لحرب الجيل الرابع من غير مكياج.